ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ فيديو جديد وان شاء الله هنعمل مع بعض مخبوزة الزبدة. بصوا بسم الله ما شاء الله حلوة ازاي. عجينة سهلة جدا وخطواتها بسيطة، طبعا تنفع للفطار، تنفع كده انك تاكليها مثلا جنب كوباية نسكافيه او كوباية شاي. ينفع برضو لو عشاء خفيف، ينفع لو ضيوف جولك على غفلة. يلا بينا نبدأ على الوصفة على طول. اول حاجة هحتاج كوباية حليب كامل الدسم، تكون بدرجة حرارة الغرفة، واحط عليها كده باكت من الخميرة ومعلقتين كبار من السكر. واهم حاجة ان انا اقلب كده الخميرة وادوبها كويس جدا عشان تتفاعل. واول لما احس انها تفاعلت وحصل كده فوران على الوش، نبدأ نحط معلقة كبيرة من زيت الزيتون. وهنا كده كنت مجهزة نص كيلو بالظبط من الدقيق، بدأت انزل عليه الخليط بتاع الحليب اللي عملته، وبدأت كده اهوت ان انا اعجن فيها. واهم حاجة يا جماعة، يفضل كمان ان مش بس الحليب يكون بدرجة حرارة الغرفة، لا حاولوا كمان ان هو يكون شوية دافي. تمام. وابدأ بقى اهوت كده ان انا اعجن العجينة بتاعتي زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة بقى المرحلة دي مهمة قوي قوي، عشان دي اللي هتطلع لي عجينة قطنية وهشة ونتيجة طبعا تحفة وكل حاجة. زي ما انتوا اهوت شايفين كده، يعني مثلا اقل حاجة يعني من 5 ل7 دقايق عجن. تمام. ودلوقتي اهوت كده حطيت لها بقى حتة زبدة حلوة كده من فوق ومن تحت، واسيبها بقى ايه لحد ما يتضاعف حجمها. وده هوت كده شكلها بعد ما تضاعف حجمها، ويلا بينا نشتغل فيها على طول. الخطوة دي سهلة جدا. هحط بقى في الصينية معلقة زيت زيتون، طبعا تقدروا تستبدلوها بالزبدة او زيت عادي زي ما تحبوا. زي ما انتوا شايفين كده، وادهن الصينية كويس جدا عشان بعد كده ما تلزقش معايا. بعد كده ابدا امسك بقى العجينه بعد ما اختمرت، بس بالراحه من غير ما اطلع الهواء منها، وانقلها اهوت كده على الصينيه. وابدا بقى ان انا افردها بشويش خالص زي ما انتوا شايفين اهوت كده، عشان اوزع الهواء اللي جواها يبقى في كل حته. اهو زي ما انتوا شايفين كده. عايزه اقول لكم يا جماعه، ركزوا في قوام العجينه تحت ايديا. العجينه كانت طريه جدا بس مش بتلزق، فدي طبعا تدي اصلا نتيجه تحفه. ما شاء الله اللهم بارك. زي ما انتوا شايفين كده، ببدأ افردها واحدة واحدة في الصينية كده اهوت. وبتأكد لازم ان كل حتة تبقى قد التانية، ما تبقاش حتة عالية وحتة واطية، عشان طبعا تاخد تسوية مظبوطة، يطلع كلها متسوية زي بعض. وابدأ بقى اهوت كده افردها كويس جدا جدا. طبعا زي ما انتوا شايفين نص كيلو دقيق هيعمل معاكم مخبوزة كده كبيرة، يعني صينية مقاسها كبير. تمام.